بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أهم أسباب الطلاق أن المرأة، يعني طبعا هناك أسباب عديدة للطلاق، ولكن خلونا نتكلم عن هالجزئية هذه. المرأة ما تعرف من أهم شخص في حياتها لابد وأن تطيعه. أنا أتحداكم الآن، امسكوا أي بنت في الإعدادي، في الابتدائي، في الثانوي، قل حق البنت هذه من أهم إنسان في حياتك لابد أنك تطيعينه؟ يقول لك والله أبوي. اسألوا بنات متزوجات تقول لك والله أنا أبوي عندي أهم رجل في حياتي. وأنا أحب أقول لكل بنت تسمعني الآن، الحمد لله احنا نقول والله في بنات كثير يعرفون هذه المعلومة، ولكن من باب التنبيه، كثير من البنات وغالبية البنات في هذا الزمن في بالهم أن أبوها هو أهم رجل في حياتها وأمها بعدين زوجها. وأنا أقول وأنبه لكل بنت الآن تسمعني الآن، زوجك أختي الفاضلة هو أهم رجل في حياتك، لابد أنك أنت تطيعينه. أنا كرجل مثل ما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة سأل من أحق الناس بصحبتي، فقال أمك ثم أمك ثم أمك، بعدين قال أبيك. لكن بالنسبة لك أنت يا امرأة، إذا تبين تدخلين الجنة، دخولك للجنة لابد أن يكون بطاعة زوجك. أي امرأة تسمعني الآن، أنت تبين تدشين الجنة، دخولك، تذكرة دخولك الجنة رضا الله سبحانه وتعالى في ايش؟ في طاعتك لزوجك. جنتك ونارك هو زوجك. نعم، لابد انك انت تؤمنين بهذا الشيء. معظم اسباب الطلاق ان المرأة ما تطيع الزوج في هذا الزمن، وللأسف لما نقول للمرأة طيعي زوجك خله يولي، يا يبا هاي ما يسوى ريال، ما ابغى له الخايس اطيعه، هاي وتتم تسب وتشين في زوجها. ولكن هالإنسانة اللي ما تطيع زوجها للأسف تشتغل مضيفة طيران. نعم، مثل الخدامة، أنت خدامة تشتغل مضيفة طيران، تصب الشاي وتعطي المسافرين الأكل، واللي راقد تروح تلحفه تغطيه، والمسافر هاي يقول هاتي لي ماي تقول إن شاء الله، وذاك يقول هاتي لي شاي إن شاء الله، وغير وهي ماشية اللي يتحرش فيها، اللي ياخذ له لمسة، واللي قاعد يتكعكع ويضحك وياها، وهي مثل الأراجوز خدامة. أنت خدامة يلي تشتغلين مضيفة طيران عادي عندها، لكن نقول لها روحي طيعي زوجك، لا 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 ما يستاهل. بعض البنات تشتغل موظفة، المدير يقول لها ليش متأخرة؟ أنا آسفة، أنا والله اسمح لي، سوي هالشيء إن شاء الله طال عمرك، قعدي إن شاء الله، ليش متأخرة؟ قعدي اشتغلي ريسبشنست، أنا أبيك تكونين ريسبشنست، يعني موظفة استقبال، أبيك ترفعين الشيلة. زوجها يقول لها تحجبي تنقبي، تقول له لا هذا تخلف، لا 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 ما بيغطي وجهي، ترفض طاعة زوجها. لكن لما المدير يقول لها قعدي وبيعي جسدك، بيعي وجهك، ابتسمي حق الناس، تشتغل عادي، تبيع شرفها من أجل المال وتطيع مديرها، ما عندها مشكلة. نعم، المرأة تشتغل في وظائف مهينة يهينونها في العمل، ما عندها مشكلة. زوجها يقول لها لا تطلعين إلا بإذني، للأسف أنها ترفض هذا الأمر، وهذا الشيء يغضب الله سبحانه وتعالى، وتطلع من البيت. لكن مسؤولها يقول لها لا تطلعين إلا بإذني، إن شاء الله طال عمرك، لا 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 مستحيل أطلع، لابد، وتروح تاخذ إذن مسؤولها. المرأة تشتغل في ديسكو، تشتغل في كازينو، تشتغل جرسونة، تقدم الأكل، تسمع كلام الزباين، تشتغل في كل الوظائف من أجل المال، وتطيع الزبون وتطيع المدير وتطيع كل الناس، إلا هذا الزوج اللي طاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى تقول يا عمي ولي وروح. لا أختي الفاضلة، لا تتزوجين، تمي عانس طول حياتك
ولا انك تتزوجين شخص قد يكون هذا الشخص سبب دخولك لجهنم. لابد ان هالمعلومة توصل لكل امرأة، ان زوجك هو جنتك ونارك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغير الله لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لابد ان تفهمين هذا الشيء. وهناك احاديث كثيرة عن طاعة الزوج، ومن من اهم هذه الاحاديث: ايما امرأة مات زوجها وهو عنها راض دخلت الجنة. يعني زوجك لو مات وهو راض عنك ان فعلا قمتي بكل حقوقه وواجباته، راح يكون جزائك الجنة. والله ما خلقك انت يا امرأة الا تكونين ايش؟ زوجة. خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. انت اول وظيفة لك في هذه الدنيا انك تكونين زوجة. اختي العزيزة، والله العظيم ان الجنة بيدك في طاعة الزوج، في احترام الزوج. انت تحترمين مديرك في العمل اكثر من احترامك للزوج. الرجال يقول لك تنقبي ما تسمعين كلامه، لبسي حجاب ما تسمعين كلامه، لا تطلعين من البيت الا باذني ما تسمعين كلامه. والمدير هذا اللي ما يسوى شيء عند الله سبحانه وتعالى تطيعينه في كل شيء. ليش؟ عشان الخردة، عشان الفلوس، تبين فلوس. لا اختي الفاضلة، غضب الله سبحانه وتعالى عليك لما انت تبيعين جسدك وظيفة طيران، ولا تعملين في مطعم، ولا تروحين تشتغلين في بنك. عندنا بنوك للأسف والله ما يستحون على وجوههم، ومو بهم ما يستحون على وجوههم، البنات واولياء الامور اللي رضوا انه يخلون البنت تشتغل مضيفة. اول ما تدخل: تفضل طال عمرك امر، وتشق الحلج مع هالضروس. هاي ضروسك؟ لا ما بضروسك، يبقى احنا عارفين كلها فينير، كلها تلبيس. نعم تسوي هلا وتطلع القتل وتحط فل ميك اب. المدير يقول لك حطي فل ميك اب وتحطين، هذا المدير بدخلك جهنم، والله بدخلك جهنم. الوظيفه هذه اللي يقول لك بطل العبايه ولبسي واكشخي وتعدلي، والوظيفه اللي تقول لك والله لبسي قصير وقعدي مع فلان وضحكي مع علان، هذا اول طريق لجهنم. انا اقول لك الكلام: احترمي نفسك، احترمي نفسك، اشتري رضا الله سبحانه وتعالى بالستر والعفاف، اولا بطاعه الزوج. ومو بعيب انك تشتغلين، لكن لا تبيعين شرفك وكرامتك وتطيعين مديرك في غضب الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة حبيت اوصلها. وايضا الى المتخلفين اللي قايمين على التعليم عندنا في الوطن العربي، اللي ما يعلمون بناتنا ايش طاعة الزوج، وايش انك انت لابد انك تكونين زوجة. اول شيء تكونين زوجة، وبعدين خلوا الخرابيط بعدين. ويا ريت ان المرأة يعني والله ما تشتغل، يا ريت ان الحريم كلهم يقعدون في البيت، لان احنا ما ضعنا الا لما حريمنا طلعوا وقاموا يشتغلون في الوظائف المهينة. وحتى والله في وظيفة حتى لو ما كانت مهينة، يا ريت انها تقعد في البيت ولا تعمل، وتعمل في الوظيفة الاولى الاساسية انها تكون زوجة، ثم تكون ام صالحة تربي عيالها. يعطيكم الصحة والعافية، شاكر انصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.